هنعمل بسكوت حلو قوي، بسكوت حبيبات النسكافيه. عملنا مع بعض بسكوت حبيبات القهوه. النهارده بقى هنعمل بسكوت حبيبات النسكافيه. حلو جدا وسهل وسريع، واللي عايزه اقوله لك ان هو خفيف جدا. تشربيه مع كوبايه من الشاي او مع فنجان من القهوه بيدوب. يلا بينا نبدا الفيديو. ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه، ويلا نسمي الله مع بعض ونشوف الطريقه. محتاجين نص كوباية من الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ، يعني طالعة قبليها بوقت. الزبدة تكون طرية كده بالمنظر ده، ما تكونش سايحة قوي ولا تكون متجمدة في التلاجة. هننزل عليها بنص كوباية من السكر البودر بما يعادل 100 جرام برضو. كان السكر مظبوط جدا، واهم حاجة يكون سكر بودر عشان يتقلب معانا بسرعة. هنقلب كده المكونات كويس جدا مع بعض، واهم حاجة طبعا ان الزبدة تكون معاكي لينة. مش محتاجين مضرب كهربائي ولا اي حاجة. هنزل عليهم ببضاية واحدة بدرجة حرارة المطبخ، وعليها باكت او اتنين من الفانيليا. ولو عندك الفانيليا السائلة ممكن تحطي معلقة صغيرة. اضربي بقى ضرب جامد جدا لحد ما السكر يدوب كويس جدا ويندمج مع البيض كويس قوي. هحتاج بقى هنا عندي ربع كوباية من الزيت، واهم حاجة يكون نوع زيت كويس. الزيت بقى هو اللي هيديه كده القرمشة الحلوة قوي اللي فيه، وفي نفس الوقت هيكون بيدوب. هنزل عليهم بمعلقة صغيرة مليانة من النسكافيه الحبيبات او باكو صغير من النسكافيه الحبيبات. وهبدأ اقلبهم كويس جدا، وانا عايزة حبيبات النسكافيه كده احسها وانا باكل البسكوتة. فمش هدوبها في مية ولا اي حاجة. هحط بقى الكلام ده على جنب علشان ابدا ان انا احضر المكونات الجافه، ولكن تتاكدي ان كلهم اندمجوا كويس جدا. محتاجين نتعافى عليهم بضربتين كده بالمنظر ده. وكل ده احنا محتاجين نعمله بالمضرب اليدوي، مش اكتر من كده. محتاجين بقى في المكونات الجافه كوبايتين من الدقيق. استخدمي نوع دقيق كويس. اهم حاجه يكونوا منخولين. وانا هنا مستخدمه المج اللي انا استخدمت بيه الزبده واستخدمت بيه الزيت، كل حاجه هو نفس المج. هحط عليه معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر او الكيك شيف. هحط كمان عليهم رشة من الملح، وهقلب المكونات كويس جدا. مش محتاجين نحط نشا ولا اي حاجة تاني خالص، هو الدقيق ومع البيكنج باودر. حلو جدا. هقلب المكونات الجافة وبعد كده هنزل عليها المكونات الجافة هنزل بيها على المكونات الكريمي اللي انا عملتها دي. هنا بقى كل اللي انا محتاجاه اسباتيولا اقلب بيها كويس جدا واتاكد ان المكونات اختلطت مع بعض كويس. بعد كده هنبدا بقى ننزل بالدقيق مرتين كده، يعني هنزل على مرتين بالدقيق. وهبدا ان انا اقلب بالاسباتيولا مش اكتر من كده. اول ما احس ان انا محتاجه بس ادخل ايدي في الخليط، ان انا بقى اخلي ايدي تلم الخليط كويس جدا. احنا مش بنعجن، احنا بنلم. الخليط ده بيتلم مش بيتعجن، البسكوت مش بيتعجن خالص. هقلب كده بس كويس ان انا ادخل كل المكونات اللي هو الزبدة والسكر والبيض يدخلوا كويس جدا مع الدقيق. وهحطه كده على مرتين. وممكن استخدم بقى ايديا دلوقتي بان انا الم الخليط كله لو حسيت ان الخليط شوية مش بيتلم معايا بالسباتولا. هنحتاج بقى ان خليط البسكوت ده يستريح كده في التلاجة لمدة ربع ساعة. بحيث ان انا الزبدة لو هي كانت ساحت من حرارة ايديا، ان هي تتجمد شوية عشان اقدر ان انا اشكله بكل سهولة. كوبايتين الدقيق كانوا كفاية جدا على المواد اللي احنا حطيناها. بعد كده بعد ربع ساعة لما طلعته من التلاجة، ممكن على فكرة تسيبيه اكتر من ساعة لو انتي مش مستعجلة عليه، مفيش مشكلة. يعني لو حسيتي ان انتي عملتي الخليط ولقيتي نفسك مش هتقدري تكملي مثلا العجين، ما تقلقيش خالص، مش هيبوظ معاكي. هبدأ اجيب كده صاج واحط فيه ورقة من الزبدة، وهبدأ ان انا اشكل بقى البسكوت حسب الحجم اللي انا عايزاه. كل ما كان الحجم قليل معاكي، كل ما البسكوتية هتاخد سوى اقل. كل ما كان الحجم اكبر، كل ما البسكوتية هتاخد سوى اكتر في الفرن. انا هسويه على درجة حرارة 170 فوق وتحت. لو الفرن بتاعك عالي قوي فخليه على 170. لو الفرن بتاعك هادي ممكن تخليه على 180. اعملي الاشكال اللي انت عايزاها. انا هنا هعملها زي حبة القهوة كده. اهم حاجة كلهم يبقوا سوا واحد. لو بتحبي تستخدمي الميزان برضو مفيش مشكلة، ولكن بالنظر كده انا عملتهم سوا واحد. هخلص كل الكمية وهدخلها التلاجة لمدة 10 دقايق بس، لحد ما الفرن يسخن. هتاخد معانا حوالي ربع ساعة لو الحجم بتاعك زي كده ما انا عاملاه. اما لو الحجم بتاعك ارفع شوية فممكن تاخد معاكي في حدود 13 دقيقة.
اول لما بتطلع مش بتلمسيها خالص، بس انتي بتلاقي طبعا ان الوش بتاعها بدأ يتحمر. طب لو حضرتك ما عندكيش غير فرن غاز وبيشتغل تحت بس وفوق لوحده، فهتشغلي تحت بس لمدة 10 دقايق، واول ما يبدأ يحمر شوية من تحت هتبدأي ان انتي تشغلي عليه من فوق. طبعا كل واحد فاهم حرارة الفرن بتاعته، فهتقدري تظبطيها على اساسه. اول ما بيطلع بسيبه يهدى تماما، ما بمسكوش خالص بايديا، طبعا ما بغطيهوش عشان مش عايزاه يطرى، بسيبه كده يتعرض للهواء. وبعد 10 دقايق بتقدري تحركيه بكل سهولة، وتقدري ان انتي تشيليه في اطباق. واول ما بيبرد تماما ممكن تحتفظي بيه في علبة، وتبدأي تطلعيه كده واحدتين تلاتة كل يوم الصبح جنب كوباية شاي، فنجان من القهوة. عملنا حوالي 5 وحدات من البسكوت بكوبايتين من الدقيق وبضاية واحدة بس. تسويته حلوة جدا وطعمه وريحته جميلة قوي قوي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو جربتي الوصفة دي تقدري تكتبي لي كده في الكومنتات. مقرمش من بره كده ومن جوه بيكون حلو قوي ودايب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو الوصفة عجبتك ما تنسيش تحطي لايك فضلا وليس امرا، وكمان تشتركي في القناة. اتمنى انك تشيري الفيديو لاكبر عدد علشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.